بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قررت أرد لخطيبي الألم ألمين. إزاي؟ وإيه الموضوع؟ وإيه الحكاية؟ عشان تعرفوا الحكاية تابعوا معايا القصة للنهاية ونبدأ قصتنا. وقبل ما أبدأ أحب أشكركم كلكم على اللايكات والتعليقات الجميلة، واللي أول مرة تشوفني أو يشوفني ياريت يشترك في القناة ويدوس على سبسكرايب اللي في القناة أو كلمة اشتراك. أسرة مكونة من أب، أم، بنت وولدين. البنت هي الصغيرة وهي بطلة قصتنا النهاردة واللي بتحكي لنا القصة، وعايزة تاخد رأينا في قصتها وتعمل ايه لانها محتارة جدا. احكي لكم القصة الاول وبعدين اقول لكم عايزة تاخد رأينا في ايه. الاب كان بيشتغل وكان مرتاح الحمد لله، كان عنده شغله الخاص اللي بيشتغل فيه، والام كانت ست بيت قاعدة في البيت. الصبيان اكبر من بطلة قصتنا البنوتة كانوا ولدين. الولدين بيتعلموا وهي كمان بتتعلم، ولكن هي ما كانتش بتحب التعليم ولا المذاكرة ولا المدرسة ولا الالتزام. هي عايزة تقعد في البيت، تعمل أكلة حلوة، تتفرج على التلفزيون، تسهر وتصحى متأخرة، الحاجات دي. يعني بنت كده ايه، بيتوتية من الدرجة الأولى. المهم مشيت في التعليم بتاعها. أحكي بقى بدلها واتكلم بلسانها، وبتقول أنا فضلت أذاكر بس مش عارفة أذاكر. بذاكر كده زي تقدروا تقولوا كده ايه، بمشي على سطر واسيب سطرين. مش بمشي على سطر واسيب سطر، لا، بمشي على سطر واسيب سطرين. فكانت بتنجح بالعافية لحد ما وصلت الإعدادية. ما جابتش مجموع. عايز اتكلم على لسانها وبنسى برضه واتكلم انا. بتقول ذاكرت واول ما وصلت الإعدادية جبت مجموع ما يدخلنيش ثانوية عامة. وماما طبعا قعدت تقول لي ما انت فاشله، ما انت ما بتحبيش المذاكره، ما انت عايزه تقعدي في البيت، ما انت. راح بابا قال لها ايه بقى؟ قال لها ما هي كده كده هتقعد في البيت ونجوزها لحد جميل كويس يحطها فوق راسه. هي يعني في النهايه ما هتتجوز وتقعد في البيت، وهي تشتغل ليه وتبهدل نفسها؟ انا مش عايزه تشتغل اصلا. وبابا شجعني ورحت مقدمه ورقي في الثانوي التجاري، لان طبعا زي ما بقول لكم في الاعداديه ما جبتش مجموع يدخلني ثانويه عامه زي اخوات الصبيان. هم دخلوا ثانويه عامه وهيكملوا في الجامعه وربنا معاهم بقى، انا ماليش دعوه. المهم رحت قدمت في مدرسه ثانوي تجاري قريبه من البيت وبدات ايه اذاكر. ويا حضرات بقى لما رحت الثانوي التجاري لقيت البنات اللي تقول حب زائد نوم يساوي دبلوم. لا اله الا الله، ده ايه المجال الجميل الحلو ده؟ و... واللي تقول ايه ما احنا كده كده بنغش اخر السنه، واللي تقول ايه شد اللحاف مش عارف ونام تصبح تاخد الدبلوم. يعني شجعوني على عدم المذاكره اكتر ما انا ما بحبهاش. طب وبعدين الجو اللذيذ الجميل ده، ودبلوم التجاره جميل قوي كده. على النقيض بقى لقيت مجموعه بنات دحيحه كده وبيذاكروا. ما انا لسه رايحه بقى وعايزه اتعرف على الدنيا فيها ايه، فبعرف دول واعرف دول. لقيت بقى مجموعة بنات تانية بيذاكروا، وده المدرسة الفلانية قالت لنا إن سنة أولى هي الأساس اللي تخليكم تجيبوا مجموع كبير في سنة تالتة، وسنة أولى مبني عليها تانية مبني عليها تالتة، وممكن تخشوا كلية تجارة زيكم زي بتاع الثانوية العامة، و... وانتوا كمان بتبقوا أشطر من بتوع الثانوية العامة، لأن مواد كلية التجارة فيها محاسبة وفيها تسويق وفيها المواد بتاعتكم بتاعت الثانوي التجاري. فطبعا أنا مش هنضم للمجموعة دي. اولى ايه اللي بتتبني عليها تانية وتانية اللي بتتبني عليها تالتة؟ انا عبال ما انجح في سنة اولى هنسى كل المواد بتاعتها. هنسى كل المواد بتاعتها اصلا. يعني انا ما مش هركب اولى على تانية ولا تانية على تالتة ولا القصص اللي بيحكوا فيها دي. المهم طبعا اندمجت مع المجموعة التانية الحلوة الجميلة دي اللي بتقول ايه،
حب زائد نوم يساوي دبلوم. طيب الحب طبعا انا ما اقدرش اعمله، لان انا اخواتي الصبيان ورايا في كل مكان، يعني معرفش اور كده، لو اتلفت ورايا بلاقي واحد فيهم. غير ابويا طبعا ربنا يديله الصحة والعافية، كان ما بيعزش عني اي حاجة. وصراحة ما كنتش اقدر اعمل اي حاجة مش كويسة، لان هو مربيني كويس. وبعدين كمان احنا كنا في قرية ريفية، يعني في قرية ريفية في محافظة من محافظات مصر. فعندنا كمان في الارياف بقى الناس كلها معروفة، لكن برضو كان في بنات برضو بيعرفوا شباب وبيعملوا علاقة حب، لكن انا ماليش دعوة بيهم. انا كفاية عليا قوي النوم وهاخد الدبلوم كويس جدا كده. فما كنتش بذاكر كتير، وكنت بذاكر كده يعني على قد ما اقدر. عايز انام انام، عايز العب العب، عايز اتفرج على التلفزيون اتفرج، عايز اعمل اي حاجة اعملها. كنت الحاجتين اللي بعرف اعملهم في البيت من الاكل المكرونة والكيكة، لاني كنت بحبهم جدا. على الرغم من اني ما كنتش مليانة ولا حاجة، بس انا فعلا كنت بحبهم وباكل فيهم كتير. المهم فكنت كل ما الاقي نفسي كده زهقانة اروح قايمة عاملة ايه صينية كيكة، واقطعها واقعد اتسلى وانا بتفرج على التلفزيون. لحد ما دخلت فعلا الامتحان و... وما خدتش بقى دروس. يعني انا زمايلي بقى كانوا بياخدوا دروس محاسبة ورياضة ومش عارف ايه. قلت لهم لا لا، خسارة الفلوس. انتوا بتقولوا بنغش في الامتحان وكده كده بننجح، يبقى ناخد دروس وادفع فلوس على ايه؟ لا لا لا، ابويا حبيبي بيجيب لي حاجات كتير، وخسارة الفلوس في الدروس. وما كانتش بتدخل ولا درس. فبالفعل بتقول انا ما دخلتش ولا درس. كنت انا بذاكر كده مع نفسي، واللي ما فهموش اروح اسال المدرسين فيه وكانوا بيجاوبوني، وكانوا صراحه مدرسين محترمين جدا. لحد ما دخلت الامتحان في سنه اولى، وفعلا لقيت فيه غش في الامتحان. صحيح مش كل اللجان، بس ايه يعني عارفين، اغلب اللجان كانوا المدرسين اللي بيلاحظوا علينا والمراقبين اللي واقفين علينا قلبهم حنين كده وطيب، وصعبانين علينا وصعبانين احنا عليهم، مش احنا بقى اهالينا. فكانوا يقولوا لنا عشان خاطر اهاليكوا بس الغلابه اللي بيصرفوا عليكوا، لكن انتوا ابدا. المهم فكنا بنغش فعلا، وكنا بنجيب درجه النجاح. فنجحت في سنه اولى. قلت الله، لا 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 لا، ده الثانوي التجاري ده لذيذ وجميل. على فكره انا بستفيض كده في التفاصيل، لان انا كنت مدرسه ثانوي تجاري قبل ما اترقى. يعني كنت مدرسه ثانوي تجاري بنات، فكنت بحبهم جدا وبتعاطف معاهم جدا وبنصحهم جدا جدا في كل حاجه. المهم فدخل السنه تانية، لقيت فيها ماده بقى بالانجليزي، ماده تجاريه بالانجليزي اسمها بيزنس. فالماده دي كانت عامله لها عقده، لحد ما لقيت مدرسه بنت حلال بتشرحها كويس. فايه قعدت جنبها وقالت لها يا ميس انا مش بعرف افهم الماده دي، وانا بابا على قده مش هعرف اخد دروس. قالت لها طيب ذاكري معايا اللي بتاخديه في الفصل، وانت ان شاء الله هتنجحي، وانا قبل الامتحان هديكوا ملزمه مراجعه حلوه كده تذاكريها هتنجحي. وبالفعل ما رضيش طبعا تقول للمدرسه ان هي اللي مش عايزه تخش دروس، وان هي مستخسره الفلوس والقصص دي، لا. قالت لها ان انا ايه بابا معهوش. والمدرسه طبعا صدقتها، فقعدت تذاكر وتاخد بالها من الشرح في الفصل. وبالفعل فهمت المادة. ولما المدرسة عملت الملزمة آخر السنة راحت واخداها منها وذاكرتها. وبالفعل بقت اللي ايه بتقول بقى، بقيت اللي معرفش اذاكره احفظه، افضل اكتبه مرة واثنين وثلاثة لحد ما احفظه. وبالفعل حفظت الايه الحاجات بتاعة المادة، والحاجات اللي انا مش عارفاها حفظتها. ودخلت الامتحان ونجحت. فاضل ايه سنة تالتة. سنة تالتة كانت ألذ من السنتين التانيين. ودخلت الامتحان ونجحت، يعني خدت الدبلوم يا حضرات بدون أي مجهود وبدون أي مذاكرة، ولا خدت حتى دروس في أي مادة.
بس طبعا نجحت بالعافيه، يعني بقى لا فيها بقى مجموع ولا الكلام ده، لا، احنا مش بتوع الكلام ده، احنا بتوع الناس اللي خدوا كام درجه رأفه ونجحوا بالعافيه. وقعدت في البيت، فبقول لبابا ايه، يا بابا انا عايز اشتغل بقى، انا خدت الدبلوم وعايز اشتغل. قال لي يعني انت استفدتي من الدبلوم اللي خدتيه؟ ايوه يا والدي، امال ايه، استفدت طبعا، ده كلام، انا دلوقتي معايا دبلوم تجاره، عايز اشتغل بقى. قال لي لا، بصي احنا في قريه ارياف، عشان تشتغلي هتنزلي للمدينه، وعشان تنزلي المدينه هتركبي مواصلات بالشيء الفلاني، وهتشحططي وتتبهدلي في المواصلات، واحنا يا ستي مش محتاجين شغلك ده، فانت اقعدي في البيت، مش انت بتحبي قعده البيت؟ قالت له اه يا بابا، بس يعني اساعدك في المصاريف شويه. قال لي لا يا ستي، ما تساعدنيش في المصاريف ولا حاجه، اقعدي في البيت واللي انت عايزاه اعمليه، نامي براحتك وقومي براحتك، وساعدي ماما في البيت، اتعلمي لك طبخه ولا طبختين غير الكيكه والمكرونه اللي انت مش حافظه غيرهم دول، عشان لو اتقدم لك ابن الحلال ان شاء الله يتقدم لك، تكوني بتعرفي تطبخي كده وتشرفينا قدامه، ما يقولكيش ربوكي علموكي ايه وتجيبي لنا الكلام. رحت ضحكه كده وقلت له خلاص يا بابا ماشي. وبابا فعلا مرضيش يخليني اروح ولا اشتغل، فقعدت في البيت. شوفوا بقى عملت ايه، بقيت اسهر طول الليل قدام التلفزيون، وبالليل اقوم اعمل لي كيكايه اتسلى فيها، اعمل لي شويه مكرونه، مره محمره ومره بالصلصه. لا 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 لا، تعرفوش المكرونه دي انا ببدع فيها ازاي؟ المكرونه بيبدعوا فيها، ايوه انا ببدع فيها. مره اعملها محمره واقطع لها طماطمايه كده حتت صغيره وعودين فلفل، ويبقوا باينين على وشها كده لما تستوي بالشوربه، يا سلام. مره تانية اعملها بالصلصه من غير ما يكون فيها غير ورقه ماجي. مره تانية اعملها بالثوم والصلصه والخل. مره تانية اعملها بالبصل ومن غير توم خالص. ومره اروح حاطه شويه توم على شويه بصل. ايه ده ايه ده ايه ده، دروس في المكرونه. ايوه والله كنت بحبها قوي قوي، وما زلت بحبها. فبقيت اسهر طول الليل قدام التلفزيون، اعمل بقى اما كيكايه او شويه مكرونه. وبرضو الكيكه على فكره كنت ببدع فيها، بس مش هقول لكم بقى كنت بعمل ايه، مش هنضيع بقى القصه كلها في انواع المكرونه وانواع الكيكه، يعني ما قلبناهاش قصه طبخ هي. المهم، ف تصحى ماما تلاقي المواعين في الحوض. انا ما بغسلش المواعين، يعني ما انا بحب انتخ، بس عملت وكلت كفايه يعني. تروح ماما صاحيه تلاقي المواعين في الحوض، تيجي تصحيني، قومي بتعملي ايه، انت لسه نايمه، ايه الحوض ده كله وايه المواعين دي كلها، انت مش هتبطلي تعملي اكل بالليل، هتبقي زي العجله. مين اللي هيرضى بيكي وانت زي العجله كده؟ يا ماما يا ماما يا حبيبتي، ما انا مش زي العجله ولا حاجه اهو، ما انا كويسه وزي القمر اهو، بذمتك مش مزه، بذمتك انا مش مزه جميله. واتدلع على ماما شويه تضحك وتقول لي يا بنتي كده ما ينفعش، ما ينفعش تعملي اكل بالليل كده هتتخني، وما يصحش تفضلي نايمه لحد الظهر، ده انت لو تقدم لك عريس وامه عرفت بس ان انت قلبه الليل نهار والنهار ليل كده وما بتصحيش غير الظهر، هتقلق على ابنها وما ترضاش. يا ست ماما، يعني انت شايفه العرسان على الباب، مش اما يبقى يجي العريس؟ انا بقالي سنتين اهو قاعده في البيت من ساعه ما خدت الدبلوم، ولا جالي لا عريس ولا غيره. خليها على الله، لما يبقى يجي العريس هبقى اظبط النوم واظبط كل حاجه، ما تقلقيش انت بس. ورحت بيساها وايه وطبطبت عليها وخدتها في حضني واكلتها الاونطه. المهم، ف وبقول لها ايه، وانت فاكره يا ماما يعني ان انا عايزه اتجوز، يعني مستربعه على الجواز عشان الجواز؟ لا 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 لا، مش كده خالص. راحت ماما قالت لي يا سلام، امال عايزه تتجوزي ليه؟ عشان اشغل بس وقت فراغي، عندي وقت فراغ عايزه اشغله، مش اكتر من كده. فيتقدم لي العريس وارفضه. ترفضيه كمان؟ ايوه، امال ايه، امال اتدلق عليه كده ووافق من اول مره؟ مش لازم اعزز نفسي كده وابقى بنوته كده جميله كده لا 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 لا، ده انت ما تعرفينيش، ده انا لازم اعزز نفسي كده وارفضه كده مره ويتحايل عليا هو واهله وبعدين ابقى وافق. راحت ماما عامله لي كده وقالت لي طب روحي يا اختي اشغلي وقتك
وانشر الغسيل اللي في البلكونه، اجري يلا امشي من قدامي. رحت نشرت الغسيل. عدى يوم يومين وانا عماله بناقر في ماما وعاكسها واعمل حاجه واسيب حاجه. وماما صراحه كانت حبيبه قلبي، يعني ما بتزعلنيش خالص، يعني اللي اعمله واللي ما اعملوش تقول ايه خليني ارتاح، اديني بكره اتجوز واشيل مسؤوليه البيت كلها. لحد ما عدى يوم يومين كده 3، وبصيت لقيت واحده جارتنا جايه تخبط علينا. فرحت فتحت لها الباب، فماما اتفضلي اتفضلي، راحت داخله وقاعده. قلت ايه ده خير، دي جايه ليه يا ترى؟ فقعدت كده شويه، لقيت ماما طبعا انا لما كان بيجي حد يزور ماما ما كنتش بقعد معاهم، لان هي مش قريبتنا، يعني لا خالتي ولا عمتي، هقعد اعمل ايه؟ فسبتهم ودخلت اوضتي، لقيت ماما بتنادي عليا اعملي شاي لخالتك. قلت لها حاضر. رحت داخله عامله شاي، وقدمت لهم الشاي واستأذنت وسلمت طبعا عليها، ورحت داخله اوضتي تاني. المهم شويه ولقيت ماما مبسوطه قوي وشها كده منشرح ومبسوطه كده، يعني عارفين انتوا لما يبقى الواحد مبسوط كده تلاقي وشه بيضحك. فندهت عليا تاني وقالت لي اعملي لخالتك مانجا. مانجا؟ لا 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 لا، ده كده الموضوع كبير. دي ماما ما بتطلعش المانجا دي غير للعزيز الغالي، ما بتطلعهاش غير في المناسبات. ده انا عماله اتحايل عليها اطلع مانجايه اعملها كوبايه عصير مش راضيه. تقول لي لا لا هم كام كيلو احنا شايلينهم لرمضان، وكانت بتخزنها من السنه للسنه. فقلت لها اكيد الجاره دي قالت لها كلام مهم، هو ده اللي خلاها تقول لي اعملي مانجا. فرحت دخلت عملت المانجا وقدمت لها المانجا، ورحت اوضتي تاني شويه ولقيت ماما بتنادي عليا. خرجت لقيت خالتي دي مشيت، جارتنا دي مشيت. فبقول لها هي طنط ام فلان جايه ليه؟ قالت لي اسكتي، بضيت لك في القفص، حظك من السما. قلت لها ليه كل ده، في يعني؟ قالت لي ما هي طنط ام فلان ديا جايه عشان خاطرك. جايه عشان خاطري؟ ليه؟ اوعى تكون هتجوزني ابنها، ده ابنها صايع وملوش لازمه وبيشرب وبيدور في الشوارع. لا 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 يا ستي مش ابنها. ايه ده؟ اوعى يكون جوزها عايزه اتجوزه تاني، ما انا عارفاها ست عقلها طائق. هو راجل كبير يا ستي، ده من دور ابويا، انتوا للدرجه دي عايزين تخلصوا مني؟ يا بنتي اسكتي، انت عقلك لسع كده ليه؟ ولا ابنها يا ستي ولا جوزها. اصبري هقول لك اهو. يا ساتر، ما بتصبريش ابدا. قلت لها طب يا ستي اديني صبرت اهو، ان الله مع الصابرين، اديني صابره اهو. ورحت قاعده ساكته كده اشوف ماما هتقول ايه. قالت لي يا ستي جايبالك عريس قريب جوزها بس من بلد تانية، وسألها على عروسة متربية ومؤدبة وبنت ناس، فرشحتك انت ليه، وبكرة ان شاء الله هيجي هو وابو سعيد وام سعيد عشان يشوفوكي ويقابلوا ابوكي ونقعد مع بعض. ايه ده؟ يعني جايبالي عريس؟ جايبالك عريس. طب ايه يعني العريس ده؟ هي بس قالت لك عريس وخلاص؟ ما قالتلكيش اي معلومات تانية يعني؟ لا يا ستي قالت لي اسمه فلان وبيشتغل مهندس. مهندس؟ قالت لي مهندس قد الدنيا، بيشتغل في شركة كبيرة وبيقبض مرتب حلو، وعنده شقته موضبها ومشطبها، وعنده عربية. ده انت هتتباهي بيه قدام زمايلك، وهتتمرعي كده وتقول انا اتخطبت لمهندس. بذمتك حد في بتوع الدبلوم بتوعك دول في مهندس خطبه زيك كده؟ رحت سكت كده، قلت لها لا. قالت لي شفتي بقى ان حظك من السما وانا دعيالك، شفتي بقى ان انا دعيالك عشان تسمعي الكلام وتريحيني. يا ماما ما انا بسمع الكلام، هو انا عملت حاجه تزعلك؟ لا، هو انت بتعملي حاجه؟ كفايه المواعين اللي بصحى الاقيها في الحوض. المهم فقلت لها طب يا امي، انا بقى كان تفكيري بقى مش اونطه كده، لا يعني مش عشان مهندس افرح بقى وزقطط. قلت لها طب وهو بقى المهندس جاي ياخدني انا بقى ام تعليم متوسط ليه؟ ما المهندس بيحب يخطب مهندسه
والدكتور بيحب يخطب دكتورة، ده جاي يخطبنا أنا ليه بقى؟ قالت لي أبدا، بيقول إن هو عايز يتجوز من الأرياف عشان بنات الريف بيبقوا شاطرين وستات بيوت حلوين ومحترمين ومؤدبين، ومش عايز يخطب من المدينة عشان شايف بنات المدينة متدلعين ومش ستات بيوت. قلت لها لا بالعكس، مين اللي قال لك كده؟ لا بالعكس، في منهم كتير جدا 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 إن لم يكن أغلبهم كويسين ومحترمين ومتربيين وبيعرفوا يعملوا كل حاجة في البيت. المهم يا ستي هو عجباه البنت اللي دبلوم، انت زعلانة ليه؟ هتستكتريه على نفسك يعني؟ لا مش هستكتره، بس يعني أكيد في عيب معين عشان كده دور عليا أنا، وإلا كان خطب خريجة جامعة. طب ما احنا عندنا برضو في الأرياف هنا في بنات خريجة جامعة كتير ومؤدبين ومحترمين، هيبقى خدها تعليم عالي زيه وبرضو من الأرياف وكويسة زي ما هو عاوز يعني، زي ما بيقول. راحت ماما قالت لي يعني انت عايزة ايه؟ نقول له لا روح اخطب لك واحدة تانية، احنا مش عايزينك دور لك على بنت تانية. لا لا خلاص يا ستي خلاص، هقعد معاه واشوف. المهم راحت ماما طبعا زي اي ام قعدت تقول لي ظبطي نفسك بقى كده والبسي حلو ومش عارف ايه قلت لها حاضر حاضر. وانا بيني وبينكم يعني كنت استاذه في الميك اب وبعمل ميك اب زي العسل، قاعده فاضيه بقى سنتين في البيت يعني، اتعلمت اصلا نص حط الميك اب ده في المدرسه من البنات. الحصص الفاضيه كنا بنقعد نعمل كل اللي احنا عايزينه بصراحه. المهم فتاني يوم اخترت كده غيار حلو ورحت لابساه وحطيت ميك اب وقعدت منتظره بقى بصراحه بفارغ الصبر اشوف اللي فضل امه تعليم متوسط على بتوع الكليه دول ايه حكايته. فرحت خارجه قاعده معاهم وقعدنا كلنا مع بعض، انا وبابا وماما وهو وام سعيد اللي هي جارتنا ديا وجوزها، وقعدنا كلنا مع بعض. ف قعدوا يبصوا كده وبعدين بصيت لقيته ايه ده؟ لا 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 لا، الله يسامحك، بقول بقى على جارتنا دي الله يسامحك، لا لا لا، ايه ده؟ ماله؟ عارفين بقى اوصفه لكم؟ والله انا مش بعترض على خلقة ربنا، بس عارفين كده حاجة ضخم، وشه كده كبير، عنده هنا علامة كده كبيرة، مش علامة صلاة، لا 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 لا، علامة تانية كده معرفش جايله منين، وشه بقى قد كده وشنبه كبير قد كده، دقنه كده فيها مش عارفه بيقولوا عليها سكسوكه ولا بيقولوا عليها ايه، عاملها كده ومربيها، في شكله فظيع قوي. قلت ايه ده؟ وعملاق بقى كبير. فطبعا انا ايه ده انا خفت منه، يعني انا اول ما شفته كده خفت من شكله وكنت هقوم وارفض وخلاص. راحت امي قالت لي عيب ما تكسفيناش، طبعا في ودني كده شدتني عليها لما قلت لها هقوم، وراحت قايله لي في ودني بالراحه كده عيب ما تكسفيناش يا ماما، شايفه شكله؟ يا بنت اقعدي الراجل مش بشكله. ورحت قاعده وسمعت الكلام، فقعدوا يتكلموا شويه ومعرفش ايه، وبعدين راحوا سايبيننا احنا الاتنين مع بعض عشان نتكلم مع بعض شويه عشان نشوف في قبول ولا مفيش. فاضطريت اقعد معاه. ولكم ان تتخيلوا يا حضرات، هو مش عايز يسمع مني حاجه، هو عايز يتكلم. قعد يتكلم انا اسمي كذا ومهندس في شركه كذا وانا اشطر المهندسين ومفيش مهندس احسن مني وبفهم في كل حاجه، وقعد يتكلم في كل حاجه شويه على اساس ان هو فاهم في كل شيء، في الثقافه وفي الدين وفي الفسح وفي الفن، في كل حاجه بيتكلم اكنه هو مفيش زيه، هو استاذ في كل حاجه. انتوا عارفين بقى يعني مش واثق في نفسه، لا ده مغرور، يعني شكله باللي انا قلته لكم ده اللهم لا اعتراض، دي خلقه ربنا، غير كده كمان مغرور. فبقيت قاعده معاه عايزه اسيبه واقوم بفارغ صبر. ما صدقت بابا وماما جم ومعاهم جارتنا دي وجوزها وجم قعدوا
رحت انا طبعا هم جم قعدوا عشان ايه، يعني كفايه اللي احنا قعدناه، مفهومه. رحت انا ساحبه نفسي وداخله، دخلت اوضتي قعدت جوه ما خرجتش تاني لحد ما مشيوا. راحت ماما جايه، ها اوعي تقولي لي شكله، خلي شكله على جنب دلوقتي يا بنتي، الراجل مش بشكله. يعني انت يا ماما عارفه ان شكله مش قوي. قالت لي عارفه، بس هتتعودي على شكله. وزي ما قلت لك الراجل مش بشكله، راجل باخلاقه بتعليمه ببيته بفلوسه بامكانياته بمرتبه، بالحاجات دي كلها، مش بس شكله. لا لا لا، شكله انت هتعرفيه بعد كده. يا ماما ده مغرور، يا ماما ده شايف ان انا ماليش اي اعتبار، ده شايف. يا بنتي انت لحقتي تعرفي كل ده من اول مره؟ ايه ده، هو انا هقعد معاه تاني؟ اديله فرصه مره كمان، اقعدي معاه مره كمان. ما تتبطريش يا بنتي، البطران اخرته قطران، اسمعي الكلام. العريس نعمه ربنا بيبعتها ورزق ربنا بيبعته. لما تقعدي معاه مره كمان وتتاكدي انه مش نافع، خلاص يا ستي انا مش هقول لك حاجه، مش هجوزك غصب عنك يعني. طب خلاص يا ماما، خلاص خلاص يا ماما، موافقه هقعد معاه تاني. ومرت الايام، اسبوع كامل وانا مقرره ان انا مش هرتبط بيه. جه الميعاد جه المره دي بقى من غير جارتنا ولا جوزها، وقعد برضو اخواتي قعدوا معاه، الصبيان الاتنين اللي اكبر مني وابويا وماما، قعدنا كلنا سوا وبعدين سابونا نقعد مع بعض. قعدنا مع بعض، قلت لا انا مش هسيبه بقى هو يتكلم لوحده، انا لازم اتكلم. ولكم ان تتخيلوا يا حضرات ان انا كنت كل ما اجي اتكلم يقول لي بس انا اللي بقوله صح، انا مفكر فيه، انت ما عندكيش خبره الحياه اللي عندي، اسمعي الكلام. قلت له طيب انا عايز اسالك سؤال، انت ليه ما خطبتش واحده شهاده عاليه وجيت تخطبني انا وانا شهاده متوسطه؟ قال لي بس كده؟ حاضر يا ستي، انا اولا خطبت مرتين قبل كده، مره مهندسه ومره دكتوره، والاتنين ما وافقوش يقعدوا في البيت، قالوا لا احنا مش بعد التعليم ده كله نسيب شغلنا ونقعد في البيت. وطبعا انا عايز واحده تقعد في البيت، وانتي قاعده في البيت ما بتشتغليش اوريدي، كده كده ما عندكيش مشكله لما اقول لك اقعدي. فانا عايز مراتي تقعد في البيت، تاخد بالها مني وتاخد بالها من عيالنا، بعد كده تاخد بالها من بيتها، ما تشتغلش ولا تخرج ولا تتبهدل. عشان كده يا ستي اتقدمت لك، بس كده يعني مفيش حاجه تانية؟ ايوه، وعرفت ان انتوا عيله كويسه وناس محترمه، وانتي بنت مؤدبه وابوكي راجل طيب، وكل ده مش كفايه؟ قلت له لا كفايه، تمام ماشي. وقعدت بقى سبته يتكلم، فضل بقى يتكلم ما اقولكوش، نفس القصص ونفس المواويل ونفس الغرور ونفس انا وانا 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 وانا، فضل يركب جناحات لنفسه ويطير. فطبعا انا بعد القعده التانيه برضو قررت اكتر وصممت اكتر ان انا هسيب شويه. وخلاص بقى ايه، عايزين يخطبوا، هو عايز يخطب وماما وبابا عايزين يعرفوا رايي عشان يحددوا ميعاد الخطوبه. قلت لهم لا انا مش عايزاه. بابا يقول لي، قلت له لا يا بابا ده مغرور، ده مالوش غير يتكلم عن نفسه، ده لاغي شخصيتي، كل ما اجي اتكلم يقول لي هش، انا عارف انا بقول ايه، انت ما تعرفيش حاجه. لا لا يا بابا، لا انا مش عايزاه. يا بنتي، راحت ماما داخله في الكلام، يا بنتي ده عنده عربيه ومهندس وعنده شقه. يا ماما انا حفظت الكلام ده، انا لا عايزه العربيه ولا عايزه الشقه ولا عايزه المهندس، انا مش عايزه كل ده. انا عايزه حد يا ستي تعليم متوسط زي حالاتي، يكون شكله مقبول، واقعد اتكلم انا وهو. ولا عايزه شقه تمليك، احنا هنسكن في اي مكان. اقعد اتكلم انا وهو كده وابقى مبسوطه وانا بتكلم معاه، امال هعيش معاه ازاي؟ لا يا ست انا مش عايزه المزايا دي كلها، اللي انت شايفينها مزايا دي انا شايفاها مش مزايا ولا حاجه ومش عايزاها. وقررت ان انا ايه، مش هتخطب له. راحت ماما قالت لي بصي، انت لما تقعدي معاه اكتر هتعرفيه وهتعرفيه اكتر، واحنا ما ينفعش نسيبه يجي اكتر وتتكلمي معاه عشان تعرفيه من غير ما يكون في خطوبه. يعني ايه؟
يعني تخطبي له والخطوبة مش ما قمناش جبنا المأذون وجوزناكي يعني، دي خطوبة بس. وقت ما تقولي لا يا ستي نفكها خلاص، مش عايزينك يمشي يمشي. المهم يا حضرات ماما فضلت ورايا لحد ما وافقت على الخطوبة واتخطبنا. لا إله إلا الله. طب وبعدين فضل طبعا يجيلنا كل أسبوع مرة نقعد مع بعض، نفس الكلام نفس المواويل نفس الحكاوي، وأنا أمري لله أديني بسمعه، لحد ما جه في مرة وقال لي إحنا هنخرج. فرحت قلت هتفسح، طب كويس هنخرج نروح فين؟ قال لي ده خطوبة 2 من زمايلي في الشركة هيتخطبوا. طيب تمام ماشي، أنا هستأذن من بابا وأقول له ونروح سوا الخطوبة، عشان طبعا زمايلي ما جوش، إحنا ما عملناش خطوبة كبيرة، وبالتالي زمايلي في الشغل ما شافوكيش وكده، فأول مرة بقى هيشوفوكي. عايز اخدك بقى وننزل اجيب لك طقم على ذوقي. رحت انا اتضايقت جدا منه واتغصت، قلت له ليه بقى ان شاء الله على ذوقك ليه وانا ماله ذوقي؟ وبعدين انا مش عايزه منك طقوم، انا عندي هدوم كتير وعندي طقوم كتير. بدأ هو صوته عالي، انا كمان صوتي عالي، لقيت ماما جايه على صوتنا. في ايه بس يا ولاد في ايه؟ راح هو قال لها بص يا ماما انا بقول لها خطوبة 2 من زمايلي واحنا معزومين هنروح انا وانتي، فهاخدك اجيب لك طقم. رحت انا بصيت له وقلت له ما تكمل الكلام. بص يا ماما مش عاجب ذوقي وبيقول لي ذوقك مش حلو وانا هجيب لك طقم على ذوقي، ماله بقى ذوقي؟ راح هو بقى لا يا طنط انا مش قصدي كده، صدقيني يا ماما مش قصدي ده، انا قصدي يعني اجيب لها حاجه اشيك، لان دي مناسبه ولازم تلبس حاجه كده شيك، ممكن ما يكونش عندها طقم مميز لمناسبه زي دي. فقلت لها اخدك اجيب لك طقم، بس انا غلطان؟ راحت ماما قالت له لا يا حبيبي انت مش غلطان ولا حاجه. وراحت في ودني كده وقالت لي يا فقريه، هو في واحده خطيبها يبقى عايز يجيب لها طقم وتقول له لا؟ هتفضلي طول عمرك فقر وعبيطه كده؟ ما تسيبيه يجيب لك اللي هو عاوزه، خليه يجيب لك طقم يجيب لك 2، اللي يجيبه قولي له شكرا يا حبيبي وخلاص. راحت ماما اقنعتني وانا وافقت ونزلنا جبنا الطقم. لقيته بقى يوم الخطوبه بيقول لي انا هحجز لك في الكوافير. ليه يا عم؟ عشان تعملي شعرك وتعمل لك ميك اب وتبقي كده احلى واحده في الحفله. ما انا بعرف اعمل ميك اب، اسمعي بس الكلام. خلي الكوافيره تظبط لك شعرك وتعمل لك ميك اب حلو، وانا هاخدك من الكوافير والبسي الطقم الجديد، انا عايزك احلى واحده، احلى منهم كلهم. فقلت في الموضوع؟ انا شكيت ان في حاجه. وبعدين جه خدني من الكوافير بالعربيه ورحنا. طول ما احنا ماشيين بقى ما تتكلميش كتير، ردي على القد، ما تفتحيش مواضيع مع حد، خليكي هانم كده وخليكي ليدي كده، ما تتصرفيش زي الاولاد الصغيرين، ما تتصرفيش على طبيعتك، قولي الكلمه بحساب، ما تضحكيش يبقى وشك كده الضحكه من شماله ليمينه، خلي ضحكتك كده بسيطه وكويسه وابتسامه حلوه وخفيفه. قلت معلش ما يجراش حاجه، عايزني ابقى كويسه، الامر لله. وسكت وعديت الكلام ده كله لحد ما وصلنا الحفله الخطوبه. سلمنا على زمايله وقعدنا نسلم على دول ودول ودول، وطول ما هو واقف بقى لفت نظري حاجه غريبه، عمال يسال على واحده زميلته هي وخطيبها برضو من الشركه من عندهم، فهم الاتنين زمايله، ويسال ما شفتوش فلان وفلانه؟ فلان وفلانه لسه ما جوش؟ كل شويه هو فلان وفلانه لسه ما جوش؟ قلت له الله، هو في مالك عمال تسال عليهم ليه؟ وما فيش غيرهم في الفرح؟ ما الخطوبه مليانه ناس قال لي لا اصل هم يعني يعزوا عليا، هم زمايلي قوي واصحابي ويعزوا عليا. قلت له طيب ماشي. شويه ولقيناهم جايين، قال هم جم، راحوا جايين علينا وراحوا مسلمين علينا ووقفوا فعلا معانا، واضح ان هم قريبين من بعض، وراحت مسلمه عليا البنوته زميلته سلمت عليا، ووقفنا مع بعض نتكلم. لقيته بقى عمال يشكر فيا
وانا بحبها وانا ما كنتش الاقي زيها، وربنا رزقني بيها، وانسانه كويسه ومحترمه واخلاقها وجبت لها شبكه محترمه ومش عارف ايه، وعملنا الخطوبه بطريقه حلوه، وعمال يشكر، والشقه مظبطها، واللي هي عايزه تغيره فيها غيره لها، وعمال قلت ايه ده، وانا هحبه ولا ايه؟ ده ايه الرقه اللي هو فيها دي؟ هو ماله كيوت كده ليه؟ ما ينفعش كده. وبعدين هي بقى بتسالني انت معاكي شهاده ايه بقى؟ راح هو رادد قبل انا ما ارد، تجاره انجليش. قلت الله، رحت ساكته. فكان اغلب الاسئله بقى اللي حد فيهم يسالني يرد هو قبل انا ما ارد. الله، هو مش عايزني اتكلم ولا ايه؟ بقيت ادخل برضه في الكلام واتكلم من غزي منه ومن اللي بيعمله لما يرد بدالي في الايه، في السؤال. وبعدين بعد ما وقفنا شويه كتار عزمونا على الغدا في اي مكان تاني يوم. خطيبي ما كانش عايز يوافق، وبعدين قعدوا يتحايلوا عليه فوافقنا. واحنا مروحين اتضايقت قوي، وقلت له انت ليه كدبت عليهم وقلت لهم ان انا تجاره انجليش؟ انت متبري مني؟ بتستعر مني؟ امال خطبتني ليه؟ لا انا مش بستعر منك ولا حاجه، انا بس ايه، الدنيا مظاهر، وانت لازم تظهري كده بمظهر عشان اللي قدامك ما يستقلكيش ولا يعاملك بطريقه قليله. فانا لما اقول لهم دبلوم، لا دبلوم ليه؟ تجاره انجليش، يبقى انت زيك زيهم، بس انت كده بتكذب. قال لها طب وهي الكذبه دي ضرت مين يعني؟ ما هي ما ضرتش حد، وفي نفس الوقت اديتك برستيجك قدامهم. انا مش عاجبني الكلام، بس ايه، عديته، قلت اهو كده كده احنا ايه، ما اذيناش حد، خليه يحافظ على المظاهر، مادام بيحب يبان بمظهر كويس. وعدى اسبوع اسبوعين، آه كان هو بقى تاني يوم ده العزومه، تاني يوم ما كناش فاضيين فاعتذرنا، فحددنا العزومه بعدها بايه، باسبوعين. يوم العزومه لقيته برضه نفس الكلام، طقم جديد وكوافير ونفس التعليمات ونفس الكلام ونفس الارشادات قلت له يعني انت شايفني عبيطه مثلا؟ ما بعرفش اتكلم، ما بعرفش ارد عشان كل مره التنبيهات دي؟ معلش، انا بذكرك بس عشان ما يحصلش اي حاجه وما نتحركش في اي حاجه. طيب وصلنا المطعم اللي احنا هناكل فيه وقعدنا، وشويه لقيناهم هم كمان جم، هم طبعا اللي عازميننا. اطلبوا يا جماعه اللي انتوا عايزينه. راح هو اللي طلب لي طبق فيه مشويات، يعني صباعين كفته، حتتين فراخ، حتتين لحمه مشويين، يعني حاجه مش جديده عليا، بس طبعا هناكل كلنا بالشوكه والسكينه. فمسكت الشوكه والسكينه وبقطع اول حاجه حته اللحمه، والاقي اللحمه مش بقى مستويه شويه قليلين، دي تعتبر زي النيه، ما بتتقطعش خالص. فقلت ادوس بالسكينه جامد كده، دوست بالسكينه جامد، لقيت حته اللحمه طارت من تحت السكينه، راحت على ترابيزه الايه، الناس اللي قاعدين جنبنا. طبعا بقى مش عايز اقول لكم كنت في نص هدومي فقاعده كده مش عارفه اعمل ايه، وموطيه كده شويه، وعمال اقول يا ارض تشقي وبلعيني، طب اقوم اخش الحمام، طب اعمل ايه؟ فضلت قاعده، وهو طبعا بيبص لي عايز يضربني 100 قلم. فقعدوا هما الاتنين يهونوا الموقف. على فكره بيحصل، هي فعلا اللحمه نيه قوي، احنا كمان مش عارفين نقطعها، والحاجات دي بتحصل كتير، مفيش حاجه، ما حصلش حاجه، ما تضايقيش نفسك، ما حصلش حاجه. وبيهونوا عليا الموقف وبيكلموه هو كمان، ما تزعلش نفسك، ما حصلش حاجه، ده موقف عادي جدا بيحصل يعني، مفيش مشكله. وقعدوا ايه، يكلموه ويهونوا عليه. فانا قلت ايه، خلاص بقى يعني، هم قالوا له كلمتين وحصل كلمتين، فالدنيا خلاص يعني عدت. لقيته قاعد بقى عمال يدوس كده على اسنانه ويجز عليها ومكشر، وحاله صعب قوي. فهم لقوا الوضع مش حلو، فقالوا لنا ايه، تيجوا نقعد في مكان تاني ولا خلاص كده ولا ايه؟ راح خطيبي رد عليهم وقال لهم لا انا لازم اروحها عشان عمي منبه عليا ما اخرهاش. طب نستأذن احنا بقى
قال لي، راح خطيبي قال لهم ايه، طب خلاص اتفضلوا احنا هنقعد شويه ونمشي. هم مشيوا وهو قعد بقى. بصيت لقيته اتفتح فيا. طب انتي لما اللحمه نيه ما بلاش منها خالص، ما بلاها اللحمه، ما تاكلي حاجه غيرها. يعني لازم تكسفيني كده؟ لازم تفرجي علينا الناس؟ انا بكره هبقى سيره الشركه كلها، كل الشركه هتتكلم عليا بكره. هروح ازاي بقى؟ كل ما يقابلوا حد هيقولوا له حصل وحصل وحصل، وهيفضحوني في الشركه كلها. عاجبك كده فضحتينا؟ وفضل يأنب فيا، وقبل ما اعمل اي رد فعل راح سايبني وماشي. سابني في المطعم لوحدي ومشي. هو مشي من هنا وانا لقيت نفسي الدموع عماله تنزل، مش عارفه امسك نفسي. طبعا صعب عليا نفسي جدا، وازاي يسيبني ويمشي، ويعني ما خلاص موقف وحصل يعني غصب عني. فانا قاعده اعيط لوحدي. هم طبعا دفعوا الحساب قبل ما يمشوا لان هم اللي عازميننا. فلقيت راجل كبير كده جه قعد جنبي على الكرسي، قعد يعني على كرسي قصادي على الترابيزه، وقال لي ما تزعليش يا بنتي، انا بشتغل هنا بقالي 20 سنه، المواقف دي بتحصل كتير قوي قوي، انت مش اول واحده ولا اخر واحده يحصل معاها موقف زي ده. هو بس خطيبك او جوزك اللي كان معاكي ده اللي حبكها شويه. خدي فلوس اهي عشان تروحي. لا انا معايا فلوس مش عايزه. ما هو سابك ومشي. طب وماله سابني ومشي، انا بابا مديني فلوس في الشنطه، هو عشان يعني مشي مش هعرف اروح؟ لا لا شكرا كتر خيرك. طب يا بنتي ما تضايقيش نفسك، اسمعي الكلام صدقيني، لو عايزه فلوس خدي. لا صدقني صدقني معايا، شكرا ربنا يخليك. وشكرته وهو قام، وانا مسحت دموعي وتمالكت نفسي ورحت ماشيه. بس طول ما انا ماشيه بقى قلت والله لخلص حقي منه تالت ومتلت، وارد له القلم قلمين. انا كده كده الخطوبه هفركشها، بس مش كفايه الخطوبه تتفركش لوحدها، لازم اعمل فيه مقلب يطلع من دماغه من نافوخه. فطبعا يعني قعدت افكر بقى بعد المضايقه بقى وكله. قعدت اتفكر قلت ايه، انا هفكر لك في حاجه ترد لك القلم قلمين. المهم لقيته تاني يوم اتصل بيا يعتذر لي. قلت له لا 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 مفيش اي حاجه. انت بتعتذر على ايه؟ ما حصلش اي حاجه، انسى الموضوع. فطبعا طب انا هاجي بالليل اقعد معاكي شويه. طيب وماله تعالى تنور. فجه من هنا، وانا طبعا حطيت الميك اب ولبست وتمام، بس زودت الروج شويتين 3 زياده. ودخلنا قعدنا مع بعض، وبدأ الكلام نفس الاسطوانة، يشكر في نفسه ويعمل، فضله يركب جناحات ويطير. وانا بعد وهو بيتكلم رحت حاطه ايدي على بقي على الروج بقى اللي انا حطاه تقيل قوي ده، وفضلت اعمل كده كده كده، خليت الروج اللي هنا طلع هنا وهنا وهنا وبهدل الدنيا. فطبعا هو استغرب ايه اللي انا بعمله ده، بتعملي ايه بتعملي ايه؟ ما سألتش فيه، ورحت يا بابا يا بابا يا ماما، ورحت مصرخه وندها عليهم. راحوا جايين، ورحت قايمه بقى واقفه طبعا. راحوا جايين، شايفين؟ شايف يا بابا؟ شايف يا بابا عمل فيا ايه؟ عايز يبوسني بالعافيه، وانا كل مره اقول له لا، ودي مش اول مره اقول له انت في بيت رجاله وانت في بيت محترم، استنى لما نتجوز ونروح بيتنا، وهو مش عايز يسمع الكلام خالص. يعجبك كده يعني يا بابا؟ وطبعا عمال اعيط بقى والدموع نازله، ووشي متلخبط بالروج وحالي ايه. راحوا خرجوا اخواتي، ايه هو انت مش عارف ان انت قاعد في بيت رجاله؟ انت اتجننت؟ ونزلوا فيه ضرب لما عدموه العافيه. وبابا راح قال له بص يا ابني هي كلمتين، انت البيت ده ما تجيهوش تاني، وعشان قله الادب اللي انت عملتها دي مالكش شبكه عندنا، يلا امشي. وراح طرده. وانا بقى انشكحت. بابا قعد يطبطب عليا، ومعلش يا حبيبتي ما تزعليش حقك عليا، روح اغسلي وشك. ورحت قايمه داخله غاسله وشي ورايحه اوضتي، ونمت كده على السرير وانشكحت وايه، مبسوطه اخر تمام. فركشت الخطوبه وعملت اللي انا عايزاه، وكل علقه محترمه، وخلصت حقي 100%، 1,000,000%.
انا عارفه ان انتوا دلوقتي طبعا بتقولوا شريره بس انا بصراحه ما بعرفش اسيب حقي لحد، معلش. المهم، استنوا بقى وشوفوا اللي جاي، ولسه في جاي، لسه في جاي. وده بقى اللي عايز اخد فيه رايكم. بصوا بقى اللي حصل. لقيت جارتنا دي جايه في يوم وبتطلب مني انزل معاها عشان عايزه تشتري حاجه وتاخد رايي فيها. فاستغربت، ايه ده؟ هي خلاص خدت عليا يعني ولا ايه؟ وبعدين حاجه ايه دي اللي عايزه تشتريها وتاخد رايي فيها؟ وانا من دورها ولا صاحبتها؟ المهم ما رضيتش اكسفها ونزلت معاها. فنزلت من هنا، لقيت اللي كان خطيبي واقف، اتابيها مرتبه معاه عشان نتقابل. الله، قلت لها ليه كده بقى؟ راح هو طالع في الكلام وقال لي معلش اسمعيني اخر مره، انا مش عارف اعيش من ساعه ما فركشت الخطوبه، صدقيني انا حبيتك، انا متمسك بيكي، طب بس نقعد بس نتكلم. كان في جنبنا كده كافتيريا صغيره، رحنا قاعدين نتكلم. قعد بقى يقول لي بقى ان هو طول عمره بيعاني من التنمر اللي عشان شكله، وتعود يتكلم عن شغله ويتكلم بالكلام دون عشان يعوض الشكل بتاعه اللي دايما ما بيعجبوه، ما بيعجبش الناس. وانا ما خطبتش مرتين ولا حاجه، وانا فعلا حبيتك وما عرفتش دون غير لما تفركشت الخطوبه. وفضل بقى يتكلم ويتكلم ويشرح ويعتذر لي ويقول لي معلش وما تزعليش وصدقيني انا حبيتك وعايزين نرجع لبعض، مش هعمل اي حاجه تاني تضايقك، وهحافظ عليكي وعلى مشاعرك. وفضل بقى من الكلام ده. قلت له طب وصاحبتك بقى اللي في الشغل اللي فضلت تتفشخر قدامها دي، ايه بقى اللي بينك وبينها؟ شكلك كده كنت عمال تشكر في الحاجه بتاعتك وفي الذهب وفي الشقه زي ما يكون عايز تندمها. قال لي فعلا، انا فعلا كنت بعملها معامله كويسه، هي كمان كانت بتعاملني معامله كويسه، فافتكرت ان هي بتحبني زي ما انا بحبها. يعني انت كنت بتحبها؟ اه، بس لما اتقدمت لها رفضت، وراحوا ايه اعلنوا ان هم هيتخطبوا هم الاتنين. عشان كده كنت متسربع وعايز تخطبني بسرعه. ايوه، عشان كده كنت متسربع وعايز اخطبك بسرعه. طب ما انت بتحبها اهو، عايزني ارجع لك ازاي بقى وانت بتقول لي كده؟ لا، ما انا خلاص نسيتها، صدقيني نسيتها، انا فعلا بحبك عشان خاطري. طبعا هو قال الكلام ده كله، وقلت له طب هفكر. هو مشي وانا مشيت، وبقيت بقى مش عارفه اخد قرار خالص. وهو ده اللي انا عايزه رايكم فيه بعد ما سمعت قصتي وحكايتي. اثق فيه وارجع له، ولا اقول له خلاص الموضوع انتهى على كده؟ يا ريت تقولوا لي رايكم عشان انا مش عارفه اخد قرار. يا ريت تكتبوا لها رايكم في التعليقات عشان نساعدها تاخد قرار. وانا مش هقول رايي المره دي بقى بصراحه، لان انا لما بقول رايي بلاقي اغلبكم تقولوا لي ايه، احنا مع رايك يا استاذه صفيه يا حاجه صفيه. لا، انا عايزه ارائكم انتوا في الكومنتات المره دي في المشكله دي، وانا مش هقول رايي. تمام؟ ولما تقولوا رايكم في الكومنتات انا هعلق طبعا زي ما انتم عارفين. انا بقرا كل الكومنتات وبعلق عليها، وبسعد بيها جدا جدا جدا. على فكره حبايب قلبي كلكم اللي بتكتبوا لي التعليقات، ربنا يسعدكم ويسعد قلبكم زي ما بتسعدوني. واتمنى تكون القصه عجبتكم، ويا ريت لايك وشير، اشتراك في القناه، نفعل الجرس على الكل، يعني نخلي لونه اسود عشان يوصلكم اشعار بكل قصه بنزلها. واستنوني في قصه جديده. سلام.